إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. عمرو أديب باع نفسه خلاص للسعودية وبقى رقاص، لاجل المال بقى شخص رخيص، بلده نساها عشان قرطاس بيشخلل بالمال، عرض القهر مع الإذلال، قام جري في طريق الزلزال وغرق بس مفيش غطاس. عمرو أديب باع نفسه خلاص. في مصر تربى على الإعلام واتعلم يطلع ويقول، بس يا ترى باع نفسه بكام؟ وضعه مؤسف مش معقول. ليه سبت النخوة المصرية كده واتطبل للسعودية من أجل شوية نقدية بيها الفاس وقعت في الراس؟ عمرو أديب باع نفسه خلاص. فيه ناس قبلك أهل مبادئ عرضوا عليهم وما وافقوش. محمد صبحي حر وصادق قال الفن ده مش بفلوس، حافظ على نفسه ومبادئه، ده مصري أصيل في وضوحه وصدقه، رد عليه بكلامه وفاجئه، ده مش تشخيص ده علوم وأساس. عمرو أديب باع نفسه خلاص. شوف في الكورة فيه مين تاني، ده مثال مصري وابن حلال، نجم الناس عشقاه رباني، قال له مبادئي دي مش بالمال، وفر عرضك ويا فلوسك، مش هتحمل عوجة راسك، ارجع على أصلك وأساسك، أبو مكة مصري وحساس. عمرو أديب باع نفسه خلاص. ده عتاب ليك علشان بنحبك، أنا زعلان بصراحة عليك، عقلك ليه مقلوب كده ضدك يا ابن الناس، كده يبقى شريك. شوف الفيديو بتاعك ركز، بيقول انت صناعة سعودية، جايب ضوء على نفسه بيعكس وانت مفيش عندك حرية، بيقول لك في كتير ناس غيرك ربع المبلغ ده وهتوافق. قول له يا عمي كتر خيرك، انا بس الكذاب ومنافق وما عنديش دم واحساس، ومضيت عقدك وانت مغمض، ليه تبيع نفسك يا ابن الناس؟ عمرو أديب باع نفسه خلاص. ويلكم تو سعودي ارابيا. شكرا شكرا لك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.